في شركات كتير، في تحدي كبير دايما موجود، فجوة ضخمة بين اللي البيزنس عايزه وبين اللي التكنولوجيا بتقدر تنفذه. الفجوة دي بتكلفنا وقت وفلوس، والأهم سوء فهم كبير. طب تخيلوا كده لو في لغة واحدة بس الكل بيتكلمها وبيفهمها، من مدير المشروع للمطور، لغة مرئية وواضحة للكل. خلينا نسأل نفسنا سؤال بصراحة، هل فريق البزنس وفريق التكنولوجيا عندنا في الشركة بيتكلموا نفس اللغة؟ يعني للأسف في أغلب الأوقات الإجابة بتكون لا. فريق البزنس بيوصف اللي هو عايزه بالكلام، وفريق التكنولوجيا بيحاول يترجم الكلام ده لكود، وفي النص في عملية الترجمة دي تفاصيل مهمة جدا بتضيع. في الشرح ده هنمشي مع بعض خطوة بخطوة، وهنبدأ بتشخيص المشكلة نفسها، حاجز اللغة ده. بعدها هنكتشف الحل في لغة مرئية عالمية، وهنشوف إزاي الBPMN بيغير قواعد اللعبة تماماً. هنتعلم سوا أساسيات اللغة دي ونطبقها بمثال عملي، عشان في الآخر كل واحد فينا يقدر يرسم خريطة طريق واضحة للعمليات بتاعته. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، مشكلة حاجز اللغة، ونفهم إزاي سوء الفهم البسيط ده ممكن يكون له تكلفة حقيقية ومؤثرة على البيزنس. بصوا، الصورة دي بتلخص الحكاية كلها. على الشمال، البيزنس بيحلم بعملية بسيطة وسلسة، مجرد سهم واضح رايح لهدفه. لكن اللي بيحصل على أرض الواقع، اللي قسم تكنولوجيا المعلومات بينفذه، هو اللي على اليمين. شبكة معقدة من الأنظمة والحلول المؤقتة واللفات الطويلة. هي دي الفجوة اللي بنتكلم عنها. طيب، بما إننا فهمنا حجم المشكلة، خلينا ننتقل للحل. إزاي ممكن نلاقي لغة مرئية عالمية تبني أرضية مشتركة للجميع؟ الحل هو BPMN. الاسم الكامل هو Business Process Model and Notation، وببساطة شديدة فكروا فيها زي النوتة الموسيقية بس للبزنس. بدل ما نقعد نوصف العمليات بالكلام اللي كل واحد ممكن يفهمه بطريقة، لا، إحنا بنستخدم مجموعة رموز وأشكال موحدة الكل بيفهمها بنفس الطريقة بالظبط. المقولة دي بتلخص الفكرة كلها، هي طريقة قياسية مفتوحة بتساعدك تنمذ عمليات البزنس بتاعتك في شكل مرئي وواضح. ركزوا معايا في أهم كلمتين هنا، قياسية ومفتوحة. قياسية يعني الكل بيتكلم نفس اللغة، ومفتوحة يعني مش حكر على برنامج أو شركة معينة، أي حد يقدر يستخدمها. ودلوقتي نيجي للسؤال المهم، ليه BPMN دي تعتبر أداة قوية ومؤثرة للدرجة دي؟ إيه الفوائد الحقيقية اللي بنشوفها على أرض الواقع؟ القوة الحقيقية بتظهر لما الكل يبص على نفس الخريطة ويفهمها. فجأة بيبقى سهل جدا نكتشف فين العملية بتبطأ أو تتعقد. بنقدر نبسط مسار الشغل ونحسن الأداء، والأهم بنقدر نمنع الأخطاء والتأخير قبل ما يحصلوا أصلاً. وده طبعاً بيعلي الإنتاجية ويحسن علاقتنا بالعملاء والموردين. ودي هي الخلاصة يا جماعة، BPMN بتبني جسر حقيقي فوق فجوة التواصل بين البزنس والتكنولوجيا والمديرين وأي شخص له علاقة بالعمليات جوه المؤسسة. الكل بيبص على نفس الرسمة وبيتكلم نفس اللغة وفاهم نفس الحاجة. تمام، بما إننا عرفنا أهمية اللغة دي، يلا نتعلم القواعد الأساسية بتاعتها. ما تقلقوش، الموضوع بسيط جدا. في الجزء ده هنفكك BPMN للمكونات الأساسية بتاعتها. أي عملية BPMN في الدنيا بتتكون من 3 عناصر رئيسية، ممكن نفكر فيهم كده. أولاً، الأحداث أو الإيفنتس، ودي اللي بتمثل إيه اللي بيحصل. تانياً، المهام أو التاسكس، ودي بتمثل إيه الشغل اللي بيتعمل. وأخيراً، البوابات أو الجيتويز، ودي بقى نقطة اتخاذ القرار. خلينا نبدأ بالأحداث أو الإيفنتس. دي بتمثل الحاجات اللي بتحصل زي شرارة بتولع، ممكن تكون حدث بداية بيبدأ العملية كلها، أو حدث بيحصل في النص، أو حدث نهاية بيقفلها، وهتلاقوا شكلها دايماً عبارة عن دايرة. بعد كده عندنا المهام أو التاسكس، دي بقى الشغل نفسه، الأفعال. هي أصغر وحدة شغل في العملية، زي مثلاً تجهيز الطلب أو مراجعة الفاتورة. يعني أي نشاط ما ينفعش يتقسم لحاجات أصغر منه، وشكلها بيكون مستطيل بحواف دائرية. ونيجي بقى للعقل المدبر للعملية، البوابات أو الجيتويز، دي اللي بتتحكم في مسار العملية كلها. هي نقطة قرار بتسأل سؤال، وعلى حسب الإجابة بتوجه العملية في سكة معينة، أو بتجمع كذا مسار في مسار واحد، وشكلها بيكون معين. طيب، كفاية كلام نظري، يلا بينا في الجزء الخامس نطبق اللي اتعلمناه ده. هناخد مثال بسيط جدا لعملية طلب، ونرسمها مع بعض خطوة خطوة باستخدام المكونات اللي لسه شايفينها. يلا نتخيل إننا بنرسم عملية طلب.
أول خطوة طبيعي جدا هتكون مهمة واضحة ومحددة، وهي تغليف المنتجات. دي كده أول تاسك عندنا في العملية. بعد كده بنضيف مهمة تانية وراها على طول، مراجعة متطلبات التأمين. لحد دلوقتي العملية ماشية في خط مستقيم وبسيط، مهمة وراها مهمة. بس لحظة واحدة، الدنيا مش دايما بتمشي في خط مستقيم. طيب لو الطلب ده أصلا مش محتاج تأمين، إزاي نعبر عن الاختيار ده في الخريطة بتاعتنا؟ هنا بقى بيجي دور الذكاء في الرسم. هنا بنستخدم أداة ذكية جدا اسمها البوابة الحصرية أو الإكسكلوسيف جيتواي. فكروا فيها كأنها حارس عنده بابين وبيسمح لشخص واحد بس يعدي من باب واحد منهم. هي بتقيم الموقف وبتختار مسار واحد بس بناء على شرط معين، مستحيل تمشي في الطريقين في نفس الوقت. فالبوابة هنا بتعمل إيه؟ بتسأل سؤال واضح ومباشر: هل التأمين مطلوب؟ لو الإجابة نعم، المسار بيروح لمهمة إضافة التأمين. طيب، لو الإجابة لأ، المسار بيتجاوز الخطوة دي ويروح على طول لمهمة إرسال المنتجات. بسيطة وواضحة ومنطقية جداً. ودلوقتي بعد ما شفنا قوة الBPMN في مثال عملي، نوصل للجزء الأخير والهام: إزاي فعلا نحول الفوضى اللي في عملياتنا لوضوح باستخدام خريطة طريق زي دي. الخلاصة إن الBPMN هي أكتر بكتير من مجرد شوية رسومات. هي تعتبر التصميم الهندسي أو البلوبرنت للعمليات بتاعتنا. بتضمن إن الكل في المؤسسة من أكبر مدير لأصغر موظف شايف نفس الصورة بالظبط. ولما يكون عندنا الخريطة دي، كل واحد بيعرف دوره والعمليات بتمشي بسلاسة وكفاءة، والأهم بنقدر نحسنها بشكل مستمر. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا السريعة دي. بس قبل ما نختم، عايزة أسيبكم مع سؤال للتفكير: إيه هي العمليات المخفية أو اللي مش واضحة في منظمتكم اللي لو اترسمت BPMN ممكن تحول الفوضى لوضوح تام؟ فكروا فيها.